كان اسمه إبرام، واتولد في دلجة في الصعيد. من وهو صغير قلبه كان مليان بمحبة ربنا، وساب الدنيا ومشي حافي على دير المحرق علشان يبقى راهب. عاش بسيط، يقرأ الإنجيل ويسجد في صمت. ولما رسموه أسقف على الفيوم ما اتغيرش، ما سكنش في قصر، سكن في قلب كل واحد غلبان. فتح بيته للكل، وكان ياكل مع الفقراء ويصلي للمريض. وكان ساكت، بس صلاته كانت بتعمل معجزات. الناس حبته، مسيحيين ومسلمين، وكانوا بيقولوا عليه الراجل الصالح. السنة 1914 بس لسه صوته في قلوبنا، ولسه في ديره مدفون. بركته تكون مع الكل.